نبدأ ونقول بسم الله. طبعا نفس الكلام، وحشتوني في الشوية اللي برضو اللي احنا كنا بنتكلم فيهم قبل كده، ووضحنا فيهم بدل المرة 1000 مرة. لو فاكرين الفيديو اللي فات ان انا قلت لك لاحظ وراجع كده معايا ان كول لو فاكر بمعنى يتصل بتاخد اون مع شخص ما، يبقى في الحالة دي اللي هي بمعنى يزور. وقلت لك قبل كده برضو في الفيديو اللي فات ان ميك مع المفعول مع المصدر في صيغة المبني للمعلوم، والنقطة دي مهمة قوي، ودي بمعنى يجعل، بس المعنى الأصل بتاعها اللي هو كان بمعنى فورس اللي هو يجبر على كذا، والنقطة دي مش سهلة. برضو قلت لك يبقى إذا لو فاكر في الفيديو برضو اللي فات المرة اللي فاتت لما قلت لك إن ميك مع المفعول والمصدر بتساوي فورس مع المفعول مع تو والفعل في صيغة المصدر، والنقطة دي من أهم مواضع امتحانات. هنقول عليه الصلاة والسلام، وهنبدأ بفيديو جديد، وما ننساش نضحك ونصلي على اللي هيشفع لنا. وتعالى لما نيجي نشوف الجزء الثاني من الملاحظات الجامدة بتاعتنا اللي تعتبر من أساسيات والبيزكس بتاعت الامتحان، اللي تعامل معاملة اللي هي شكل أساسي من أشكال الامتحان اللي موجود. طبعا كلنا عارفين إن احنا عندنا حاجة اسمها كوزيتيف، اتفقنا؟ اللي هي طبعا كوزيتيف قاعدة السببية، والقاعدة دي بالرغم من سهولتها إلا إن هي مربكة جدا لطلبة، ومش مع إنها سهلة جدا، سهلة بجد، والطالب ما بيتمكنش فيها لسبب. طب أنا هقول لك على التركية وهتدعي لي فيها، بس قبل ما أبدأ في القاعدة هنصلي على اللي هيشفع لنا، قول عليه الصلاة والسلام، ونقول بسم الله. قلمك شغال معاك وسجل كل معلومة أنا بقولها لك. طبعا في قاعدة السببية دي مشكلتك كلها مش في القاعدة، مشكلتك كلها في انك انت ما انت ظابط المينينج الاصلي بتاع القاعدة. زي ما قلت في الفيديو اللي فات ان ميك معاها مفعول، والمفعول عايز المصدر، دي لها معنى. ولما اجي اقول لك جت مع طبعا العاقل مع كذا مع تو المصدر، دي لها قاعدة. ولما اجي فهم اقصد ايه؟ امال ايه بقى؟ حاجتين، انك انت بتقع في المعنى وبتقع في حاجة اسمها التنسز بتاعت قاعدة السببية. يعني هو يقدر بكل الطرق اللي تتخيلها ان يدخل لك القاعدة دي في كافة انواع الازمنة اللي ممكن تقع فيها وانت مش واخد بالك اصلا. طيب نقول عليه الصلاة والسلام. هاخد الاول هكتبها لك بالتفاصيل، او زي ما نقولها الاول كده ايه عليه الصلاة والسلام، وبعد كده نشرحها. الاول انت عندك حاجة اسمها ميك، هيجي بعدها المفعول، وبعد المفعول يا حبيب قلبي هناخد الفعل في صيغة المصدر، تكملة للسلسلة اللي فاتت بتاعت المعلومات. يعني نقدر نقول بقى قاعدة مستقلة في المعلومة رقم 12 بمعنى أصح. يعني قول عليه الصلاة والسلام وما تنساش انك تضحك. هنا دي القاعدة الأولانية. طيب معلش، في قواعد عندنا كتير. يعني مثلا انت عندك القاعدة التانية اللي احنا كنا واخدينها كتير قبل كده، وقلنا ان جت هيجي بعدها عاقل، والعاقل المقصود بيه مفعول، يعني حتة العاقل ده هيعامل معاملة المفعول، بلس انك تاخد تو والفعل في صيغة المصدر. ونفس الكلام برضو ان في قاعدة السببية برضو انك انت شغال على حاجة اسمها الهاف او الهاز او الهاد. على فكرة ما هو الهاف او الهاز او الهاد على حسب الزمن، ما هو ده اللي هيمسكك فيه، بس ان شاء الله هتظبطها ظبطة جامدة دلوقتي. الهاف او الهاز او الهاد، بلس ان يكون يا حبيب قلبي معاهم عاقل. في الحالة دي ان انا هجيب الفعل في صيغة المصدر، يعني مرة واحدة هتاخد تو المصدر، وواحدة هتاخد مين؟ المصدر. من ضمن قواعد السببية المهمة قوي ان انت عندك حاجة اسمها لت، وعندك حاجة اسمها مين؟ المفعول بتاعك، وبعد كده بتاخد مين؟ المصدر. ونفس الكلام، الله اتفقنا كده ولا لا؟ اللي هو بمعنى يسمح، هتاخد بعد كده نفس الكلام مفعول، وبعد كده هتاخد بلس تو والفعل في المصدر. انا قبل ما ادخل على القاعده، هو المفروض اجمالا ان جنرال ان القاعده كده انتهت. لا على فكره مش بهزر، انا بكلمك بجد، ان المفروض اصلا ان القاعده كده. لا يا باشا مفيش الكلام ده. انا عايزك تاخد بالك زي ما قلت لك في الفيديو اللي فات، ميك اللي موجوده لما يكون معاها مفعول بعد كده الفعل في صيغه المصدر، افهم ان دي معناها
to force، وto force معناه انك بتجبر حد ان هو يعمل الحاجة دي. قول عليه الصلاة والسلام. طيب لكن لما تيجي تقول لي get مع العاقل مع to والمصدر، دي نقطة مهمة، معناها to persuade. الله يعني يقنع، ايوه زي ما حضرتك قلت كده بالظبط، يقنع، انك بتقنع حد. هنا بقى هاف او هاز او كذا على حسب الزمن، وجيت برضو على حسب الزمن لما بيجي بعدها المصدر. اهم حاجة تاخد بالك ان المفعول اللي قدامك هنا عاقل، دي معناها يا حبيب قلبي to ask، انك انت بتطلب من حد ان هو يعمل حاجة دي. شفت بقى القاعدة ماشية ازاي؟ يبقى انت هنا make مع المفعول المصدر انك بتجبر حد ان يعمل الحاجة دي. get مع عاقل مع تو المصدر انت بتقنعه مش بتجبره. النقطة التانية have او has او had مع عاقل مع المصدر معناته ask. النقطة التالتة بقى والأهم، إن دول كلهم كده معناها to give. اتفقنا إنك بتدي مين بقى؟ permission. يعني إيه permission يا مستر محمود؟ إنك بتدي إذن لحد إن هو يعمل الحاجة دي، بتسمح له إن هو يعمل الحاجة دي. ولازم نبقى فاهمين، والنقطة الأشهر والأكثر استخداما على الإطلاق، إن دول اللي حضرتك شايفهم دول قدامك اللي هم مين يا مستر محمود؟ اللي هو يا مستر محمود اللي هو كذا بقى، اللي هم دول اسمهم حاجة اسمها active. يعني ايه active؟ يعني في صيغة المبني للمعلوم. النقطة دي مش سهلة تحديدا. ميك مفعول المصدر، جيت عاقل تو المصدر، هنا هاف وهاز وهاد وعاقل والمصدر، كل دول في صيغه المبني للمعلوم، ما لهمش ادنى علاقه بالمجهول اصلا. طيب نقول عليه الصلاه والسلام، وتعالى يا حبيب قلبي كده نشوف احنا هنعمل ايه. بص معايا، خلينا ناخد الامثله. بص يا باشا كده، اجي قايل ايه؟ ان ماي فاذر يعني ان بابايا، واجي قايل ميد اس يعني جعلنا او خلانا يعني بمعنى اصح، واجي قايل استدي مين؟ استدي هارد، ان انا اذاكر كويس. مثال تاني اخد بالي من الحته دي كويس قوي، واجي قايل ايه مثلا؟ ان ماي ماذر، واجي قايل هاد مي، متفقين، واجي قايل مثلا باي some things بعض من الاشياء، اتفقنا فور علي. حلو كده. في المثال اللي بعده ان ماي فريند، خد بالك بقى بالحته اللي جايه دي بقى، got me، واجي قايل تو، واجي قايل هيلب، اتفقنا. خد بالك بقى، هيلب مين؟ هيلب سامي، اتفقنا، مع طبعا الزمن في الماضي والكلام. طيب في المثال بعد كده اجي قايل ان ماي فاذر او ماي تيتشر، يعني خلينا نقوله ماي تيتشر افضل، واجي قايل مثلا allowed me، اتفقنا، سمح لي، واجي قايل هنا to ايه بقى؟ to leave early، المدرس بتاعي سمح لي ان انا امشي بدري. في نفس المثال او في نفس الكلام اقول ان ماي تيتشر، واجي قايل كده let me، واجي قايل كده leave، واجي قايل مثلا early. الامثله اجمل من بعض واحلى من بعض في ان انا اتقنها اتقان كامل وافهمها بشكل اساسي. هنا لو بصيت على ان ماي فاذر، بص كده هنا هتلاحظ ان في ميد، اتفقنا ولا لا؟ يعني ماشي يا مستر محمود، ميد ايه بقى؟ تعالى، ميد مع مفعول مع الفعل في صيغه المصدر، اكسترا بيرفكت، صح كده. بس تبقى فاهم ان دي فورس، ان دي كده بمعنى صح ان هو بيجبرني على الحاجه دي. النقطه ايه بقى اللي بعد كده؟ امي هاد مي باي. هنا لو لاحظت ان مي هنا عاق وهنا في باي المصدر، صح كده؟ يبقى معناها ان امي طلبت مني ان انا اشتري بعض من الاشياء او الحاجات لمين؟ لعلي. النقطة اللي بعد كده ان ماي فريند جوت مي، وكلمة جوت مي ايه؟ حصل عليا؟ لا، معناها اقنعني ان انا اساعد مين؟ ان انا اساعد سامي. هنا المدرس بتاعي سمح لي، باختلاف القاعدة سمح لي ان انا امشي بدري، بس هنا اخدت تو والمصدر وهنا اخدت الفعل فين؟ في المصدر. لاحظت ان كل جملة بقاعدتها وكل جملة بمعناها المختلف عن التاني. يبقى هنا اخد بالي
مساويين طبعا لبعض، يعني مساويين لبعض في القاعده، انك تبقى فاهم ميد مع العاقل مع المصدر، وهاد مع العاقل مع المصدر، جيت مع، بس لازم تبقى فاهم ان جيت ده يقنع شخص، وان ديت يجبر شخص، وان ديت يعمل كذا. لازم تبقى فاهم ان دي كل دي لوحدها. طب ما يا مستر محمود الموضوع بسيط اهو. طب يعني ما خلاص، يعني ما حضرتك يعني كده نقدر نلخصها ونقول ايه؟ ان اصل يبقى جيت مع عاقل، وخد بالك ان العاقل ده وظيفته ان هو مفعول يا حبيبي. في الحاله دي هتاخد تو الفعل فين؟ تو الفعل في المصدر. النقطه اللي بعد كده عندك هنا مين؟ هاف مثلا، وهنا هاف هو الاصل لان فيرب تو هاف مع مين يا باشا؟ مع العاقل. العاقل ده اللي هو ايه برضو؟ مفعول، وبعد كده تاخد الفعل في صيغه الايه؟ المصدر. بيرفكت، ممتاز. جبت مع عاقل مفيش مشكله. اهم حاجه فهمت ان دول، وده اهم حاجه على فكره عندي، ان دي دول في صيغة الأكتف، يعني في صيغة المبني للمعلوم مش المبني للمجهول. قول عليه الصلاة والسلام. وصلت المعلومة كده؟ عاقل تو المصدر يقنع، وهاف ده يطلب أو يسأل. جميل قوي كده، الموضوع ما فيهوش صعوبة. تعال لي بقى قول لي عليه الصلاة والسلام واضحك كده الأول. دلوقتي إذا معلش بقى شوية أكتف هنقولها تاني، معلش تعبكم معايا. هنقول إن أنا عندي جات، وعندي هنا عاقل، وعندي هنا تو والفعل في صيغة المصدر. نفس الكلام لهاف مع العاقل بتاعها مع المصدر. لما احب بقى اشتغل على صيغة الباسيف الوصيغة المبني للمجهول، اللي يحصل تخيل بقى، هتعمل حاجة بسيطة، هتجيب جت زي ما هي. بتهزر؟ لا ما بهزرش على فكرة. جت زي ما هي، وبعد كده هتجيب اللي هو غير عاقل، وبعد كده تحط لي التصريف الثالث للفعل. اي خدمة. نفس الكلام انك لما تيجي تقول لي هاف مع غير برضه عاقل مع التصريف الكامل للفعل الثالث للفعل. استنى يعني يا مستر محمود دي الغير العاقل هو اللي مختلف بالظبط كده. معنى الكلام ده في صيغه الباسيف ان انا مش اللي عملت. ما هو قاعده السببيه معناها ايه؟ معناه ان انا بقنع حد او بعمل كذا او كذا، او ان انا بلاقي الحاجه دي معموله لي اصلا، يعني مش انا اللي عملتها. يعني مثال، لما اجي اقول اي جوت واجي قايل مثلا ماي كار، واجي قايل كده ووجد، واجي قايل لك كده يسترداي. اتفقنا كده ولا لا؟ انت عارف الجمله دي معناها ايه؟ الطالب هيبص لها على فكره يعني بمستوى قد كده. ليه تعمل كده حبيبي؟ انت عندك هنا مين يا باشا؟ عندك هنا جوت، وهنا ماي كار. طب ماي كار ده ماله؟ غير مين؟ غير عاقل. عظيم. هنا انت جبت لي تصريف كام؟ تالت. يعني نقدر نساوي الجمله دي ونقوله ان ماي كار، ان عربيتي was washed. اتفقنا yesterday صح ولا لا؟ يعني عربيتي تم غسلها او غسلت بالايه؟ بالامس. نفس الكلام. بص المثال اللي جاي ده، لما اجي اقول ان I had my flat مثلا cleaned واجي قايل كده مثلا yesterday. انتوا عارفين دي معناها ايه يا اولاد؟ معناها انك انت، صيغه الباسيف معناها انك انت اللي ما عملتش الحاجه دي، يعني حد تاني هو اللي جه عمل لك الشيء ده. خد بالك من الحته دي، عشان كده بنسميها صيغه الايه؟ الباسيف. المبني لمين؟ المبني للمجهول. هنا مثلا انت حطيت هنا في هاد، وهنا ماي فلات، هنا عندك غير مين؟ غير عاقل اهو، وهنا تصريف كام؟ تالت. طب احنا عايزين بقى اللي بيساويها. بص بقى اللي بيساوي ايه؟ بتساوي يبقى ماي واجي قايل فلات واجي قايل، بص اللي هيحصل بقى was cleaned واجي قايل مين؟ yesterday. صح ولا لا؟ يعني كأنك بتقول يا حبيب قلبي ان someone، ان شخص ما متفقين، او someone else ايهما اقرب، يعني someone. بص اللي هيحصل cleaned the flat اللي هو عمل الايه؟ الشقه مثلا، نظف الشقه واجي قايل for me. النقطه دي جامده والله، من اهم يبقى هنا اهم موضوع امتحاناتك ايه؟ ده مبني للمعلوم، جت وعاقل تو والمصدر، هاف وعاقل والمصدر. طب في الغير يعني في المبني للمجهول غير عاقل تصريف ثالث، هاف غير عاقل تصريف كام يا حبيب قلبي؟ تصريف كام؟ ثالث. معنى انك تقول اي جوت اهو، جت اهو، وعندك ماي كار اهي غير عاقل اهي تصريف ثالث اهو، وعندك هنا هاد، وعندك كده غير عاقل، وعندك كده تصريف ثالث. معنى الكلام ده ان في حد تاني هو اللي عمل لك الحاجه دي، مش انت اللي عملتها.
يبقى كانك بتقول ايه؟ ان I got my car washed yesterday، يبقى كانك بتقول ان my car was washed yesterday، ان عربيتي تم غسلها او غسل ايهما اقرب. فهمت اقصد ايه؟ يعني كانك بتقول اهو عشان ما ننساهاش اهو، بتساوي ان someone، ان شخص ما، خد بالك من الحته دي بقى كويس قوي، وجا قايل washed مين؟ my car yesterday. ادي الموضوع بمنتهى البساطه، والله العظيم ما في حاجه صعبه. يبقى انت هنا لو رجعنا للسبوره اللي قبل كده، انت اخدت بالك من ايه؟ ان انت عندك مثلا دي امثله مش عايزها، اتفقنا ان قاعده السببيه ميك مفعول المصدر، يبقى دي معناها يا حبيب قلبي كده ايه اللي بيحصل بقى؟ انت بتجبر حد. طب وجيت عاقل طول المصدر بتقنعه. طب وهاف او هاز وعاقل والمصدر انت بتطلب منه كده، دي اسمها قاعده مين؟ قاعده الكازيتيف. ده في المبني الايه بقى؟ في المبني للمعلوم. خد بالك نفس الكلام، ليت مفعول المصدر، الله مفعول تو الايه؟ تو المصدر. مالهم دول مش بيقنع، لا 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 لا، ولا بيقنع ولا بيجبر ولا الكلام ده انت بتدي اذن لحد. مهم جدا طالب الثانويه العامه يبقى عارف الكلام ده كويس جدا. النقطه الاهم على الاطلاق بقى في الامثله قلناها كده، مبني لمين؟ مبني المعلوم الى اخره. طيب يا مستر محمود صلي بينا على النبي، تعالى مثلا للنقطه بتاعت ايه؟ للنقطه بتاعت في المبني المعلوم. يبقى مبني معلوم جت عاقل طول المصدر. لو انت بقى بتشتغل يا حبيب قلبي على المبني المجهول، يبقى انت هنا شغال على هتسيب جت زي ما هي وتسيب هاف زي ما هي، ما تغيرهمش خالص. اتفقنا؟ طب معلش يا مستر محمود لخصهم لنا بمنتهى البساطه، صلي بينا على النبي كده وقول عليه الصلاه والسلام. ممكن نقولها ايه بقى؟ يبقى اذا في الباسف كتبت لك لوحدها المبني للمجهول، هتسيب جت زي ما هي وهتسيب هاف زي ما هي بلس غير عاقل. اتفقنا ولا لا؟ يبقى تصريف كام للفعل؟ تالت للفعل. بتساوي ايه بقى؟ بتساوي حاجتين. الحاجه الاولانيه بقى انك هتاخد الغير العاقل ده تبدا بيه جملتك هو كمفعول بقى، متفقين؟ يبقى هتبدا بالاوبجكت بالمفعول، وبعد كده الفيرب تو بي، بعد كده التصريف الثالث للفعل. هتبدا خد بالك هتاخد برضو الغير العاقل هنا، هتبدا بالمفعول برضو اهو مع الفيرب تو بي مع التصريف الكامل للفعل الثالث الفعل. يعني علامه المبني للمجهول هي الغير مين؟ هي الغير العاقل. وصلت الحته دي؟ طب نقع ازاي في الامتحان دي بقى؟ نقع ازاي؟ النقطه دي اكتبها لك كده ان دي من اعلى نقاط الفهم، اتفقنا؟ والتركيز يا حبيب قلبي للطالب. هنا بقى ده اللي انا بكلمك عليه، اللي هو ايه؟ اللي هو هيوقعك فيها وانت مش واخد بالك. بص بقى معايا هنا في مثال، هكتب مثال وهتفهمها. ان مثلا انا بقول لك ان سلمى، متفقين؟ وجينا قايلين جيت وجيت قايل مي وجا حاطط لي هو هنا جبز مثلا، اللي هو الجبز يعني اللي هو الفراغ، فاهم ازاي؟ وجا قايل مثلا هارد، وجا قايل يستر مين يا شباب؟ يسترداي. خلينا بقى نقوله هنا نخليها كده اهو ونقوله جوت. حلو كده؟ وحاطط لي في الاختيارات ايه؟ وحاطط لي في الاختيارات حاجه بسيطه في الاجابه رقم ايه؟ قال لك تاخد مثلا استادد ولا اخد في رقم بي تو استادي. اقسم لك بالله وانا متحمل يميني ان الطالب، معظم الطلبه عشان خاطر اليمين بس، ان معظم الطلبه هتبص وتقول لك يسترداي في الماضي. شوف اللي هيحصل، وطالما يسترداي في الماضي يسترداي يبقى انا هاخد استادد. والله كمان مره ان معظم الطلبه بنسبه 90% هيبص على ان الكلمه الداله هنا جايه عشان خاطر الكلام ده غلط. يا حبيب قلبي خد بالك اوعى تقع في نقطه زي دي. الاجابه هنا هتبقى يا باشا تو استادي. قول عليه الصلاه والسلام. اوبا فهمتك يا مستر محمود. استنى ايه يعني؟ انت عايز تقول ايه؟ عايز تقول ان انا عندي هنا في جات وعندي هنا في هاف اللي موجودين دول هيجي بعدهم ايه؟ عاقل، اتفقنا؟ وبعد كده الفعل في صيغه الايه؟ المصدر اللي هو تو والمصدر، او عاقل والايه؟ والمصدر على حسب يعني، فاهم ده او ده. ولو غير عاقل يبقى تصريف كامل للفعل يا حبيب قلبي تالت. لكن دول جيتوا هاف دول متغيرين بتغير الزمن، لكن دول انت مالكش علاقه بيهم ابدا، ابعدهم بره حساباتك. فهمت اقصد ايه ولا لا؟ طب معلش يا مستر محمود بالله عليك عايزين امثله اكتر. هفهمك، صلى على لا يشفع لك. لما نيجي نقول مثلا ان افتر خلاص وجا قايل ايه مثلا؟ بص
my father، ان بعد ما بابايا مثلا، ونيجي قايلين had، ونيجي قايلين got او gotten، خد بالك كتصريف ثالث، ونيجي قايلين مي. طبعا بعض الناس بتحب تكتبها got، كل ده صحيح مفيش مشكله فيه، اتفقنا. وحط جابز وجا قال لك hard، فاهم اقصد ايه؟ وهو حاطط لك هنا في الاجابات ايه؟ رقم ايه يقول لك مثلا study، ورقم بي يقول لك تو مثلا تو study، اتفقنا. ورقم سي يقول لك مثلا had studied. يعني انا مش فاهم، يجي الطالب رايح باصص على ايه يا ولاد؟ باصص يقول لك اصل افتر موجوده يبقى اخد هاد ستادي. لا يا حبيب قلبي، ما هو اخدت هاد مين؟ هاد جوت، يبقى انت شغال على مين؟ على تو ستادي. فهمت المقصود ايه؟ يبقى هنا انا قلت ايه؟ نقول بقى، لا استنى بقى، قلت ايه ازاي؟ كمان مره. ايه كمان مره يا مستر محمود؟ الحاجه الوحيده المتغيره بتغير الازمنه، اتفقنا. يبقى جيت ومين؟ جيت وهاف. معلش يا مستر، معلش بالله عليك نتقلها عليك شويه. بص يا حبيبي، صل على اللي يشفع لك. انت عندك جيت اهي، وعندك هاف اهي، وعندك مثلا هنا عاقل، وهنا مين؟ وهنا عاقل اللي هو مفعول، وهنا هتاخد تو والمصدر، وهنا هناخده اللهم صل على سيدنا محمد. احنا قلنا ايه؟ المصدر. بص بقى هنا، انا عايز عينك تبقى فين؟ في وسط راسك. جيت وهاف دي دول متغيرين بالذات، دول اللي انا عامل عليهم مربع، دول اخضر ده، دول خارج الحسبه مالكش علاقه بيهم. لكن دي ممكن تلاقيها مثلا جيتس مضارع بسيط، ممكن تلاقيها هاز جوتن، فاهم اقصد ايه؟ مضارع تام مثلا. ممكن تلاقيها هاز، ممكن تلاقيها هاد، ممكن تلاقيها هاد، انا قلت هاد مش مشكله، ممكن تلاقيها والهاف، فاهم اقصد ايه؟ يبقى دول اللي بيتغيروا مين بقى؟ على حسب زمن الجمله بتاعك اللي موجود يا معالي الدكتور. فهمت يا حبيب قلبي ازاي؟ عرفت ازاي احنا بنتعامل مع قاعده السببيه، وفهمنا ازاي بنتصرف فيها. لكن مش يا اولاد تبقى بمنتهى البساطه انك تروح تقول لي جيت وعاقل وطول يا سيدي على عيننا وعلى راسنا، انا ما عنديش مشكله، بس انت تبقى فاهم انك بتتعامل دول اللي بيتغيروا بتغير الزمن. اوعى تغلط غلطه ملهاش 30 لازمه. الله يرضى عليك. في اي معلومه واقفه معاك على طول هات الفيديو من جديد. صلي بقى على النبي. اكمل لك بقى دلوقتي يا سيدي. بنقول معلومه وتعتبر على فكره سهله جدا، بسيطه جدا، ممتازه، وبص اي طالب يعرف يتعامل معاها، ولكن من اشهر مواضع امتحانات الثانويه العامه اللي بتكشف الطالب هو فاهم ولا حافظ. اللي هي ايه؟ كلكم عارفينها. انت عندك حاجه اسمها suggest، اتفقنا، اللي هو بمعنى زي ما بنقوله يقترح. وعندك حاجه تانية بمعنى اسمها recommend، وريكومند هنا بمعنى يوصي بيه. هنا في الحاله دي انت شغال على suggest وشغال على recommend. الاتنين recommend، الاتنين دول هيجي بعدهم اما الاسم او الفعل مضاف له الاي ان جي، متفقين؟ بس بشرط. ايه الشرط يا مستر محمود؟ اللي احنا بنقوله عدم وجود يا حبيب قلبي فاعل، ان انت ما عندكش فاعل في الجمله. لا فاعل، ما قلتش مفعول. بص شو انا قلت ازاي؟ تعالى قول عليه الصلاه والسلام لما اجي اقول ان I suggested، يعني انا اقترحت. بص بقى كده watching، واجي قايل كده اهو ذات مين؟ ذات فيلم، انا اقترحت مشاهده هذا الفيلم، خد بالك. واجي قايل مثلا with مثلا علي، مع علي. نفس الكلام ان I واجي قايل كده recommended، فاهم اقصد ايه ولا لا؟ ونيجي قايلين مثلا watching، ونيجي قايلين ذات فيلم، ايهما اقرب بقى من حيث الايه؟ المعنى. هنا بقى في الحته دي يا معالي الباشا، اللهم صل على سيدنا محمد، هنا في عندك suggest وفي هنا عندك ريكومند، ما عندكش هنا فعل يا حبيب قلبي، يبقى حطيت لي الفعل متضاف له الاي ان جي. موضوع لحد دلوقتي سهل. ايوه طبيعي ان اي طالب ثانويه عامه هيطلع يقول لك مش فاهم ايه مشكلتك يعني، ما انت سجست وريكومند سهل قوي يا مستر، ده احنا عارفينها من ثالثه اعدادي، فاهم الفعل متضاف له اي ان جي، كل الكلام ده بيرفكت مفيش مشكله. موضع الامتحان الاهم والاسهل وكتير من الناس جدا عارفاه، ان هو ايه يا باشا بقى؟ ان انت لما يكون عندك حاجه اسمها سجست موجوده عندك، او يكون عندك حاجه اسمها recommend، او عندك حاجه اسمها insist
خد بالك بقى، ركز بقى، ايه ستر بقى اند سو اون. فاهم اقصد ايه ولا لا؟ هقولهم لك بالتفصيل دلوقتي. اشهر 3 افعال على الاطلاق مالهم دول؟ دول لما بيجي، ايه رايك نلونه بلون تاني؟ اجرب انا اللون ده بقى، شوف بقى يعني ايه لما بيجي بعدهم subject. يعني حلو صح؟ والله هيطلعوا ايه؟ لا خلينا بقى كده في اللون التاني احسن. اتفقنا؟ هو عامل اصلا لون غريب. فاهم اقصد ايه يا ولاد؟ هنا عندك ايه؟ subject اهو. ده مين يا حبيب قلبي؟ ده مين؟ ده فاعل. فاعل يا ولا، ما تاخدش يعني ما تاخد يعني انت جاي تقع لي، انت بتتعبني. فاعل. بعد كده هتاخد الفعل في المصدر. اسمع بقى الحته الجامده اللي هتيجي دي. المصدر هنا مهما كان زمن suggest اللي عندك او recommend. عاش يا وحش. يعني ازاي؟ مهما كان الزمن عندك. مفيش طالب ثانوية عامة متميز اسمه يتكبر على معلومة بتتقال. اقسم لك بالله العلي العظيم الفيديوهات اللي حضرتك بتشوفها دي ما بناخده منها فلوس ولا باخد منها حصيلة. اقسم بالله العلي العظيم والله يمين احاسب عليه ان الفيديوز دي بالكامل معمولة لوجه الله سبحانه وتعالى، وبندفع فيها دم قلبنا عشان خاطر انك انت تبقى واخد بالك من المعلومة دي، ودي جت ازاي، ودي اتعملت ازاي. لازم تبقى فاهم كل التفاصيل دي بالكامل، واياك انك تقع فيها. لكن الطالب فاكر ان الفيديو، فيش فيديو. اقسم بالله من كل الفيديوز بالكامل مفيش فيها اي حاجة تخصنا من حتة فلوس او كذا. ربنا اعلم احنا بنعمل الفيديوز دي ازاي، والناس بتوع المونتاج بيتعبوا عليها ازاي. فانت ما تجيش هنا بقى تبقى قاعد تقول ايه ده ايه ده. لا يا باشا، قلمك وكشكولك وشغال معانا. شغال ازاي؟ هنا انت عندك فاعل موجود، وعندك هنا انت عندك هنا يعني مثلا اقول لك على حاجه حلوه. لما اجي اقول لك ايه مثلا ان I suggested، انا اقترحت مثلا اهو. بص الموضوع بسيط خالص ازاي. واجي قايل ايه؟ ذات. واجي قايل مثلا ان هي، خد بالك بقى كده، خد بالك. واجي قايل with me. اتفقنا؟ فالطالب هنا حاطط له في الاختيارات قال له ايه؟ قال له تاخد استادي، ولا في رقم بي قال له تاخد استاديد، ولا في رقم استاديد يعني، ولا في رقم سي اخد تو استادي. يعني هنا بص الحته دي بقى، قال لك استادي ولا استاديد ولا تو استادي. يعني استاديد تو استاديد اللي تشويسز. فالطالب يروح يبص على مين يا ولاد بقى؟ يروح يا حبيب قلبي يبص على حاجه اسمها suggested. يقول لك اصل زمانها ماضي. لكن الطالب المتميز يقول لك ان suggest او recommend الفاعل اللي موجود قدامك. بص بجيب المصدر مهما كان زمن الجمله بتاع suggest او recommend. فالطالب الواعي يقول لك لا ثواني، suggest او recommend او insist اللي موجوده قدامي دي هتبقى اجابه غلط، ودي هتبقى اجابه غلط، تصبح ان الاجابه الصحيحه هي study. شفت بقى اللي احنا قلناه. يبقى اخد بالي suggest recommend insist فاعل في المصدر وهكذا. اتفقنا؟ دي نقطة مهمة قوي. طب استنى يا مستر محمود، يبقى انا فهمت حضرتك انت عايز تقول ايه. يعني suggest دي زمان انا ملوش علاقة بيه بالظبط كده، انا ليا علاقة بمين؟ باللي بعده، الفعل في المصدر. اذا بقى القاعدة بتتقال كالاتي. suggest هنا هتيجي قايل suggest. اتفقنا كده؟ مثلا recommend مثلا مالهم هيجي بعدهم اسم او فعل مضاف اليه الاي مين؟ الاي ان جي. هنا النقطة التانية ان لما يكون عندك suggest، اتفقنا، recommend الاتنين دول تحديدا، وطبعا معاهم insist بس دول الاصل بتاعك، هيجي بعدهم subject فاعل، وبعد الفاعل هتاخد الفعل في صيغة مين؟ المصدر. فرضا انت في امتحانك ما لقيتش الفعل في صيغة المصدر، هنتصرف ازاي؟ بمنتهى البساطة. القاعدة الثالثة والأهم إنك تيجي جايب لي suggest اللي موجودة، جايب لي recommend اللي موجودة، بلس إنك هتحط لي فاعل، وبعد كده تيجي جايب لي should، وبعد كده الفعل في صيغة المصدر. يعني أنت شغال على المصدر اللي قدامك أو should والفعل فين؟ في المصدر. إزاي؟ زي الناس كده لما أجي أقول لك I suggested، انا اقترحت مثلا، واجي قايل لك ذات. بص اللي هيحصل بقى، واجي قايل لك ان شي مثلا، واجي قايل لك كوك. اتفقنا ايرلي ان هي تطبخ بدري. لاحظ كوك اهي، كوك قدامك اهي، مش متضاف لها حتى الاسم. ما ينفعش تقول شي كوكس، ما ينفعش تقول شي كوكد، او انك تقول اي وتيجي قايل كده suggested، واجي قايل ذات، واجي قايل ان شي
should وتيجي مكمل بقى cook وتيجي مكمل يا زعيم كده early بمنتهى البساطه. شفت الموضوع سهل ازاي؟ ده للطالب اللي بيبقى عارف التفاصيل بتاعته. اخر حاجه هوصل معاك فيها في الفيديو، تعالى بقى هضيف لك برضو بعض المعلومات عشان برضو ما بقاش سبت لك اي حاجه. احنا خلصنا ده، خلصنا برضو ده، اتفقنا. واللهم صل على سيدنا محمد. ناخده ايوه. بص بقى يا سيدي معايا، صلي بالله على النبي. هنا معلومات بقى كموضع امتحان. انت عندك حاجه اسمها لوك. انا عندي كام قاعده؟ انا عندي 1، انا عندي 2. لوك بمعنى يقفل كفعل، بمعنى يغلق، او بمعنى يقفل بقى، ايهما اقرب بقى على حسب المعنى المطلوب. هنا بقى لازم ابقى واعي. بقى واعي في ايه؟ لان لوك لما بيجي بعدها someone واجي حاطط معاها اب او حاطط معاها، طب استنى يا مستر محمود، طب انا اقول لك على حاجه. قول عليه الصلاه والسلام، انت دلوقتي فرضا انت شغال على حته اب. بص انا قلت مثلا لوك someone اب، وجيت قايل مثلا لوك وحطيت مثلا something وجيت قايل اب. بلاش اخد يعني، سيب حرف الجر التاني دلوقتي. يبقى عندي قاعدتين، 2 اهم من بعض، لوك وكذا ولوك وكذا ولوك وكذا. اتصرف ازاي؟ اتعامل معاها ازاي؟ يعني سيبك من حرف الجر التاني بعد كده. هنا لو تلاحظ هنا ان لوك جت مع شيء بس حرف الجر واحد في الاثنين، يعني هنا اب وهنا اب. لكن هنا جت يعني لوك someone اللي هو شخص ما، عفوا شخص ما، وهنا شيء ما. بس مين اللي موجود؟ حرف الجر موجود. في الحالة دي هسيب بس مساحة لحرف الجر التاني، ان المعنى يا حبيبي كده بيختلف اختلاف كامل. وعلى فكرة جت من الأسئلة المهمة جدا التراكمية في أحد الملخصات اللي موجودة بتاعتكم. ازاي؟ يعني يا مستر محمود يجيب لك نقطة زي ديت، يجيبها لك في قلب امتحانك، ولو ما جابها لكش مثلا في أسئلة تشويسز يجيبها لك في سؤال قطعة. وسط ولا لأ؟ ويا باشا هنا دي مش نقطة صعبة. لوك someone مع أب معناها to prison. شفت اللي بيحصل بقى؟ انك بتسجن شخص ما. لكن لو انت قلت لوك something مع اب يبقى معناها يضع شيئا ما في مكان آمن. شفت اللي حصل بقى؟ فرق السماء من الارض. مفيش ايه اللي جاب ده اختلافات رهيبة. يبقى هنا لوك someone اب، لوك something اب. طب ايه الحرف الجر بعد كده؟ عندك حرف جر مشهور جدا away او هنا away. طب انت عارف ليه بقى انا ما كتبتهولكش؟ لان سهل قوي انك انت تفتكر اب. لكن عارف كل الطلبه هتقول ايه؟ ان لوك اب يقفل على حاجه عادي خلاص، لكن لوك away يقفل على حاجه ويرميها بعيد. شفت انت متخيل وصلت لحد فين؟ لان هو واخد باله ان كلمه away بمعنى بعيدا. لا، هنا انت شغال على مين؟ على away. لوك مع someone مع away او اب معناه يسجن شخص ما. خد بالك من الحته دي. يعني مثلا لما اجي اقول ايه، مثلا لما اجي اقول كمثال ان ذا بوليس اللي هو بوليس يعني، اتفقنا؟ واجي قايل بص اللي هيحصل بقى ماله لوكد، متفقين؟ وبعد كده يجي قايل لك ذا كريمينالز، والكريمينالز يعني المجرمين، ويقول لك اواي. اللي هيحصل في الحته دي يقول لك لا ده هو هياخدهم يقفل عليهم ويرموهم بعيد. بالعكس مفيش الكلام ده. قول عليه الصلاه والسلام في حته زي دي يا حبيب، عندك هنا في لوك وعندك هنا كريمينالز، هنا في اواي، يبقى كده معناه يسجنهم. وصلت ولا لا؟ لكن في مثال تاني لما نيجي نقول ايه مثلا ان ماي ماذر، ان مامتي، واجي قايل لوكد، خد بالك بقى ماي ماني، واجي قايل كده اهو اواي، او اجي قايل اب، وخد بالك ان الايه مع اواي متصله وليست منفصله، not separated. فهمت المقصود ايه ولا لا؟ في الحاله دي ان لوك مع ماي ماني زي اللي انت شايفه كده معناها ان ماما اخدت الفلوس بتاعتي وقفلت عليهم بس حطتهم في مكان امن. النقطه دي من اعظم النقاط اللي موجوده في حل الاسئله. طيب تعالى بقى بص للنقطه اللي بعد كده، صلى على اللي يشفع لك. كتير من الطلبه بيتلخبط ما بين جو اون وبلاس الفعل متضاف له اي ان جي، وما بين ان يجي يقول لك جو اون وتو والفعل في صيغه المصدر. بص يا حبيب قلبي، قول عليه الصلاه والسلام، جو اون والفعل متضاف له الاي ان جي معناها ايه؟ معناها ان هو بيستمر
في عمل شيء ما واحد. يعني هو عمال مثلا شغال في مذاكره مثلا وليكن فيزيكس مثلا فيزياء، فهو شغال في مذاكره فيزياء، لكن هو لو انا قلت مثلا جو اون فدي معناها ان هو فضل يذاكر مثلا فيزياء على فكره الاول قبل ما انسى نسيت، لا ده انا قلتها اللي هو بمعنى يستمر. اتفقنا؟ هو بيستمر في مذاكره الفيزياء بس ما دخلش على ماده تانية، وصلت ولا لا؟ لكن جو اون لما بيجي بعدها تو بيستمر في عمل شيء ما، هوب يا باشا خلصه، اتفقنا؟ ثم يفعل شيئا ما اخر معه. يعني هو بيعمل حاجه، يعني هو مثلا مكمل يذاكر فيزياء عادي خالص، خلص مذاكره الفيزياء وبعد كده جه داخل على مذاكره الانجليزي، يبقى دي اسمها جو اون تو. يبقى جو اون والفعل متضاف له عين، وما تقوليش جو واون لوحدها، لا جو اون على بعضها، جو اون تو، جو اون تو، اتفقنا؟ ما تقولش لوك اب، لوك اب، لوك اب على بعضها. فاهم اقصد ايه ولا لا؟ اخد بالي. يبقى هنا لو اخدنا بالنا من حته جو اون اها اي ان جي اها، انت بتعمل الحاجه دي حاجه واحده، بتستمر في عمل حاجه واحده. يعني مثلا لما اجي اقول ايه ان اي went on، اتفقنا؟ واجي قايل studying English، دي معناها انا استمريت في مذاكره مين؟ الانجليزي، بس ما دخلتش على ماده مين؟ تانية. لكن بص بقى الحته التانية دي بقى، اقول لك مثلا I went on to study English then، وبعد كده كملت مذاكره مين؟ ماده تانية. وصلت يا شباب؟ دي من اهم النقاط اللي انا لازم اخد بالي منها. طيب اخد بقى اخر حاجه، انت عمال تقول لنا اخر حاجه اخر حاجه وما بتخلص، اتفقنا؟ لا اخر حاجه خلاص، اللي هو ايه؟ لو فاكرين ان انا لما كنت باكد ان على ام او از او ار، والله يعني كل دي معلومات انت هتدعي لي فيها، والله مواضع امتحانات ما فيش امتحان اسمه ما بيخلوش منها. يعني ما يجيش طالب يجي يقول لك اصل الامتحان طالع من ورق مستر محمود، والكلام ده انا قلته للطلبه قبل كده. ما يجيش طالب اصل يقول لك ايه لا حاسب بس مستر محمود جينيوس، لا يا باشا، بص صلي بينا على النبي، قول عليه الصلاه والسلام. كلكم عارفين النقطه دي، خصوصا الطلبه اللي عندي او عارفين طبيعتي كويس جدا. انا بجتهد معاك ان انا اوصل معاك ان انا ما بسيبلكش معلومه الا لما تكون موجوده قدامك كموضع امتحان. بس دي الموضوع، التوفيق ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. كون بقى ان احنا نقول لا اصل الامتحان ما طلعش من الفيديوز بتاع مستر محمود، اصل الامتحان ما طلعش من الورق بتاع مستر محمود، كل الكلام ده انا برفضه ورفضا قطعا وقطعا، وعمري ما يجي ولا اقولها ابدا على نفسي ان انا اقولها. انا بجتهد معاك ان انا اوصلك لاعلى مرتبه من حل الاسئله والمعلومات بتاعتك، تدخل الامتحان تلاقيه في الامتحان، فده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. مش احنا معلش انا اسف يعني مش بنشم على ظهر ايدينا عشان نقول توقعات الامتحان بتاعتنا، ده اسمه توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، لا اكتر ولا اقل. الام او الاز او الار بلس يوزد تو، بلس لو فاكرين الفعل متضاف له الاي ان جي اللي هو بمعنى معتاد على فعل شيء، كان معتاد على فعل شيء وما زال ايه؟ وما زال يفعله. بس هنا انا طبعا كاتبها بالتدريج عشان طبعا انا قلت لك قبل كده الام والاز والار بتساوي انك تقول لي جيت وبعد كده تقول لي يوزد تو وبعد كده تقول لي الفعل متضاف له الاي ان جي. والله يا ابني انا قايل لك المعلومه دي للتذكره عشان دي من اخطر معلومات الامتحان التراكميه اللي موجوده عندك في يونت 1. تمام؟ بتساوي انك تيجي تقول لي become مع يوزد تو مع الفعل متضاف له اي ان جي. فطول ما انت عندك جيت، طول ما انت عندك ام او از او ار، طول ما انت عندك بيكم مع يوزد تو، فانا شغال على مين؟ على فعل مضاف له ان جي. بتساوي بقى اخطر قاعده في الحته دي اللي ممكن تنساها او تغفل عنها، مش على فكره مش تنساها او تغفل عنها تقليل منك، لا انت ما ركزتش فيها، اللي هو ايه بقى؟ بي وجاير يا باشا accustomed to، فاكرينها؟ ناسيينها. بي accustomed to، لعينك دي ما تاخدش عليها، ده من اخطر مواضع امتحاناتك دي. بي accustomed to اسم او فعل مضاف له، طبعا انا بذكر الفعل مضاف له ان جي يعني كانك بتذكر مين؟ الاسم او الاي ان جي. فاهم اقصد ايه ولا لا؟ يعني لما انا اجي اقول لك ان سلمى واجي قايل لك از يوزد تو واجي قايل واتشنج تي في الوت، هي كانت متعوده ان هي تتفرج على التلفزيون كتير، كانك بتقول بالظبط سلمى از وتيجي قايل accustomed اهو accustomed، شفت انا قلت ايه؟ وتيجي قايل تو وتيجي يا حبيب قلبي مكمل اي خدمه. شفت انا شغال معاك ازاي؟ يبقى اخد بالي من ده. وعلى فكره البي متغيره، ممكن تيجي قايل become accustomed، قايل get accustomed.
وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، وأتمنى إن شاء الله إن أنا أكون وفيت معاك بقاعدة الكازيتيف وبعض المعلومات الإضافية المهمة جدا. وطبعا في الفيديو ده والفيديو اللي قبله الاتنين طبعا مكملين لبعض تماما. عايزك تمسك الورقة والقلم في كل المعلومات اللي بالكامل، تمسك ورقة وقلم كشكولك أيهما أقرب. مفيش معلومة تسيبها إلا لما تكون مذاكرها من أولها لحد آخرها مرة واثنين وثلاثة وأربعة. وإن شاء الله الفيديوز اللي جاية هتكون أعلى وأعلى وأعلى، لأن كل الفيديوز اللي جاية هركز لك فيها على كل النقاط اللي أنت هتقع فيها في امتحانك آخر السنة. أتمنى إن شاء الله تكونوا بخير، وآسف جدا إن أنا طولت عليكم. إن شاء الله أشوفكم في فيديو تاني. مستر محمود مسعود.